تخيلوا واحد ينبش القبور ويطلع اجسام الموتى. كل ضحايا من النساء بيسلخ جلدهم وبياخد جلدهم يعملوا لبس ليه، وياخد الجمجمه بتاعتهم يعملوا وعاء يشرب بيه. في الحادثه التفاصيل. واحدة من أبشع سلسلة الجرائم القتل في التاريخ. النهاردة هنتكلم عن السفاح إيد جين. ولد في ولاية ويسكنسن الأمريكية عام 1906، وعاش طفولة صعبة جدا في حياته. كان عايش في بيت كله مشاكل، كان والده مدمن للكحول، ووالدته كانت متوحشة وامرأة متسلطة جدا، عشان هي اللي كانت بتصرف على الأسرة، فعشان كده بقت متحكمة في البيت كله. ووالده ما كانش له أي شخصية في البيت. من كتر جبروتها المرأة دي عزلت إيد جين عن المجتمع كله. كانت دايما بتمنعهم إن هم يروحوا لقرايبهم أو حتى يتعاملوا مع الجيران، وهي كانت حريصة جدا ان هي تبعده عن المجتمع المحيط بيه. راحت باعت البيت وخدت بيت تاني في مزرعة بعيدة. ده ما بقاش بيت، بقى عبارة عن سجن صغير. السجن ده فيه إيد جين وهنري، الاثنين الاخوات. وقع إيد جين فريسة لمعتقدات والدته الخاطئة عن العزلة والمجتمع ونظرتها المتطرفة للمجتمع. إيد جين كان متعلق بوالدته جدا اكتر من اخوه هنري. إيد جين وهنري عاشوا مع بعض في البيت. طبيعي ما كانش ليهم اي اصدقاء او معارف ان هي فصلهم عن المجتمع كله، على الرغم ان هم كانوا دايما بيرضوها، بس هي كانت دايما بتعاقبهم بسبب او من غير سبب. وفي سنة 1940 مات ابوهم بسبب ازمة قلبية، والبيت حصل له خلل اكتر ما هو فيه خلل. وابتدى إيد جين وهنري يبتدوا يختلطوا بالمجتمع عشان خاطر يعرفوا يجيبوا فلوس للبيت يعيشوا بيه، فابتدوا ينزلوا يشتغلوا شغلانات فيها قوة بدنية مثل النقل والبناء. حتى إيد جين اشتغل جليس اطفال للجيران. بعد ما هم اختلطوا بالمجتمع إيد جين هنري ابتدى يخش في المجتمع في علاقات ويتكلم مع الناس. هو كده كسر القواعد اللي امه بنتها معاه، وابتدى كمان ينتقدها ويختلف معاها. وفي يوم هنري راح يولع شويه حشائش في المزرعه، لكن النار مسكت في المزرعه كلها، وجم رجال المطافي عشان يطفوا النار. وبعد ما طفوا النار لقوا جثه هنري بس بعيد عن الحريق وبدون اي اصابات. موت هنري بقى لغز عند العيله، هو مات ازاي؟ وفي سنه 1945 توفت والدة إيد جين بسبب أزمة قلبية. وبعد موت والدته عاش إيد جين وحيدا في المنزل. إيد جين قفل كل الشبابيك والابواب وساب كل حاجة في المنزل زي ما هي، زي ما تركتها والدته، وعاش في غرفة واحدة صغيرة جدا جنب المطبخ، وفضل يشغل وقته بالأعمال المؤقتة وقراءة المجلات والصحف. وكان من ضمن القصص اللي بيحبها القصص اللي بتتكلم على السادية والتعذيب. حس ان هو بيبقى عنده إشباع في رغباته لما بيقرأ القصص دي. وفي ليلة من الليالي قرأ عن موت سيدة في الخمسينيات، فجه في باله ان هو ينبش قبرها ويسرق جثتها. وبالفعل راح نبش القبر وطلع الجثة، خد الجثة للبيت وسلخ جلدها، وبالجلد ده عمل لبس لنفسه، ومن الجمجمه بتاعتها طبق ياكل جواه. وفي ناس كانت بتقول ان هو كان كمان بياكل احشاء الضحايا، ان هم لقوا قلب في طبق ولقوا احشاء في الثلاجه. فضل ينبش في القبور لمده سنين كتير، وبعد كده طلع للمرحله الاصعب ان هو يقتل عشان يرضي رغبته. وفي خلال 10 سنين ان الناس لاحظوا ان في ستات كتير جدا بتختفي، والاطفال والرجال. كان بيستغل حب الناس ليه ويخطفهم ويقتلهم وياخدهم للمنزل. وتم القبض على إيد جين بعد ما قتل سيده صاحبه متجر كبير، والاخر واحد شافها قال ان اخر واحد اشترى من المحل كان إيد جين. وطبيعي ان الضباط راحوا يسالوا إيد جين، وبعد ما دخلوا البيت اكتشفوا باقي الجرائم اللي هو ارتكبها. وبعد ما حققوا معاه وضغطوا عليه اعترف بكل الجرائم، وبعد ما اتحبس وهو محبوس اصيب بسرطان ومات. تخيلوا بشاعه الجرائم اللي هو عملها. كان بيقتلهم وياخد الجمجمه يعملها اناء يشرب منه، او ياخد جسمهم يعملوا لبس ليه، او ياكل احشائهم. ده كان جواه احساس صعب جدا، كان جواه كبت. ده ارتبط اكيد بوالدته والحياه اللي هو عاشها. لو انت اول مره بتشوفني يا ريت تفعل الجرس وتعملي سبسكرايب، وانتظروني في الحادثه.